هي اللي هتقعد الجهاز وتخليه يكمل لحد كاس العالم وبعد كاس العالم كمان. ونتائجك هي اللي ممكن تمشيك الشهر الجاي. بس فيتو عايز اسمعك. بص ايوه يعني كابتن حسام انا شكرا يا فيتو، تعبناك نورت الحلقه حبيبي. لا كابتن حسام يعني انا بحبه بجد، لانه كمان ليه مواقف معايا انسانيه ما انساهاش. لكن لو هتسالني بحياديه، انا شايف ان الكابتن حسام صعب الامور على نفسه بشكل كبير جدا، وبشكل ما فيش داعي ليه اصلا. لان لو احنا رجعنا شويه انا يعني الموضوع يمكن كتله بحثا، يعني كان كلام من 10 ايام او اكتر. يعني تصريحات بالنسبه لي هي الاسوأ لمدير فني منتخب مصر في التاريخ، كمحتوى وكتوقيت. واعتقد كابتن حسام لو رجع بالزمن ما كانش هيحب يقول التصريحات دي. المحتوى صعب جدا، يعني انا يمكن مختلف مع التصريحات كلها، وتوقيتها انت كل ما بتقرب للبطوله المفروض بتلم اكتر. زائد يا ابراهيم ان انا وجهه نظري المتواضعه، يعني ما فيش اي داعي للتصريحات دي. هل يعني تفتكر كابتن حسام انا هكمل لك. مشدود؟ طب كمل عشان انا ما هقول لك اتفضل. حتى السؤال ده مشدود. كلمه مشدود حاسس بالقلق ان هو كلمه مشدود دي ما انا هقول لك ممكن يبقى الموضوع بالنسبه له بعد الحلم الكبير اللي وصل له كاس عالم ما يبقاش موجود. ما فيش اي حاجه تخلي كابتن حسام يبقى مشدود. ليه؟ انا هقول لك تصريحات هو قالها يعني من لسانه، يعني قال لك القياده السياسيه هي اللي جابتني. ودي حاجه تخليك مطمن. كابتن هنا بوريده قال تصريح هو الاذكى لهنا بوريده طول عمري. ايه بقى؟ اسمع. لما شاف ان الدنيا فيها قلق كتير والوسط كله بيقول الاتحاد هيتلكك لكابتن حسام حسن واخره البطوله مش عارف ايه والكلام ده، ولقى ان في رغي كتير في الموضوع ده، طلع حسم الموضوع يا كابتن حسام. قال لك الجهاز ده مكمل لكاس العالم وهو اللي هيمسكنا في كاس العالم. اعتقد كان تصريح صحيح يعني. أيوة. فانت دلوقتي وكمان في الاتحاد بيقولوا كده، وصعد كاس عالم وصعد كاس والناس كانت فرحانه. اخر ماتش لينا هناك في اسامه وعملنا حفله وبتاع والناس فرحانه. فما فيش اي داعي يخليك مشدود او تخليك تقول تصريحات تصعب الامور عليك. ليه تصعب الامور عليك يا ابراهيم؟ التصريحات دي يعني اعتقد هي الاكثر الفتره الاخيره اللي تعمل قلق في الشارع وتخلي الناس تنقسم مين مع ومين ضد ومين بيأيد ومين مش بيأيد. انت راجل لو تخيل لو كابتن حسام طلع بعد الماتشين دول ماتشين بطوله وديه، انت بتجرب كابتن اسامه وبتشوفه وبتاع، طلع قال يا جماعه انا بشكر اللعيبه على المجهود اللي عملوه، جايين من السوبر وجايين مش عارف من ايه، وبشكر الناس على الدعم.